اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا. النهارده معادنا مع فيديو جديد. حضراتكم شايفين دلوقتي كل اللي بيحصل على الساحة دمار، قولا واحدا دمار في كل حاجة. اوعوا تفكروا ان الموضوع يخص الكيان وايران بس، لا، الموضوع يخص العالم كله، لان العالم كله بيتأثر بالحروب، سواء الاكل الشرب الوقود، العالم كله بيتأثر. وبالتالي لزم على العالم كله ان هو يتدخل لإيقاف هذه الحرب في اسرع وقت. حضراتكم مش بتشوفوا حاجات كتير جدا او مش بتتابعوا اللي بيحصل بشكل دايم. احنا ما بنقومش من على السوشيال ميديا ولا بنقوم من على نشرات الاخبار والقنوات الاخبارية. في كوارث بتحصل وفي خبايا بتحصل، لو حضراتكم عرفتوها هتعرفوا قد ايه الكيان ده سيء. تفكيرهم كله كيف يفرضوا سيطرتهم على كل الدول الجوار. هو سيد الشرق الأوسط، هو سيد العالم، هو ده بالنسبة له قوة لا تقهر. وإن كانت قوة تفكر تحاربها فهي قوة لا تنتهي. هو ده اللي هو بيحاول يوصله لكل الدول اللي حواليه. في دول على فكرة كتير اقتنعت بالكلام ده وشافت ان هو فعلا قوة لا تقهر، ولكن لو انت فاكر مصر في 73 انهت اسطورة الجيش الذي لا يقهر، انتهى، ما بقاش فيه الكلام ده. والنهاردة ايران بتعيد هذه العمليات مرة اخرى وبتعيد التاريخ مرة اخرى بسبب وصولها الى منتصف الاماكن السكنية في الكيان. فاوعوا تقولوا ان انتوا قوة لا تستهان بها، لا، ده انتوا زيكوا زي اي حد في الدنيا عادي خالص، ما فيكوش اي حاجة زيادة، ولكن انتوا عندكم نعرة كدابة مخلية ان انتوا شايفين ان انتوا احسن ناس في الدنيا، ولكن ده مش الحقيقة ابدا. والنهاردة ايران بتأكد الكلام ده قدام كل العالم. انا اقدر اعمل كتير قوي ولسه هتشوفوا. فطبعا ناس كتير جدا بتتكلم على الموضوع ده، وناس كتير جدا شايفة ان يعني يطلع يقول لك ايه، اللهم لا شماتة بس ده حق الفلسطينيين، اللهم لا شماتة بس هم عملوا كده في غزة، اللهم لا شماتة بس اللي هم فيه دلوقتي دوقوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم لا شماتة ده حق الاطفال اللي ماتت، اللهم لا ويقعد يقول لك اللهم لا شماتة 50,000 مرة، ولكن في الحقيقة فعلا هو شمتان. توفيق عكاشة طلع اتكلم على اللي حصل وقال، يعني هو بدأ كلامه بجملتين اتنين وبعد كده اتكلم عادي خالص. اول حاجة قال جملتين يعني اقوية جدا. اول جملة قال الكيان ايامه بقت تتعدى على الصوابع، خلاص هو اللي هو فيه دلوقتي هو مرحلة ما قبل السقوط الاخير. يعني هو شايف ان دي اخر حاجة له، مش هيقوم له قومة تاني، بسبب ان الضربات الايرانية شرسة جدا. وفعلا دي حقيقة، ضربات الايرانية على الكيان شرسة جدا. وحضراتكم لو شفتوا انتوا ما تصدقوش، في فيديوهات تبين قد ايه هذه الضربات يعني قادرة ان هي مش بس تكسر دولة، بل قادرة ان هي تمحيها من على الخريطة. ودي بدايات الأسلحة في إيران، دي بدايات. حضراتكم عارفين طبعا إيران عندها إيه. دي أول حاجة قالها توفيق عكاشة، إن الموضوع هو سقوط أخير. تاني حاجة قالها إن العالم دلوقتي أدرك إن الوقوف جنب الكيان هو اللعب بالنار، لأن هو دلوقتي دول كتير هتخاف تقرب من هنا لحسن النار تحرقهم كلهم زي ما حرقت الكيان. دول كلها اللي كانت مساندة واللي كانت بتقوي واللي كانت بتدعم واللي كانت بتقول ما تخافش واعمل براحتك واحنا وراك واحنا في ظهرك، الناس دي كلها على فكرة النهاردة خايفة لا يعني ينبهم الحظ جانب.
لان الموضوع فعلا بقى حياة او موت بالنسبة لايران. ايران النهاردة طلعت بتقول انا بقى اللي بقول يا ارض تهدي ما عليكي ادي. ويكمل كلامه توفيق ويقول لو انتوا شايفين ان الموضوع بس علشان الاسلحة اللي عند ايران تبقوا غلطانين، لا ده هو سيطرة، فرض قوة، اتاوة. الكيان النهاردة بيتعامل على ان هو سيد هذه المنطقة، سيد الشرق الاوسط، ان الدنيا كلها تحت رجله، هو بس يشاور والكل يعمل. لان اللي هو عمله في غزة ومحدش رد عليه خلاه قلبه يقوى. وطبعا المثل بيقول المال السايب يعلم السرقة، والمثل بيقول يا فرعون ايه اللي فرعنك؟ قال له ما لقيتش حد يلمني. هي نفس القصة. النهاردة لو كان هذا الكيان لقى رد رادع من دول على اللي هو عمله في غزة، كان يفكر مليار مرة قبل ما يفكر ياخد خطوة واحدة ضد اي دولة تانية او ضد اي مواطن تاني، مش دولة، مواطن واحد. هو ده اللي المفروض كان يحصل، ولكن بسبب ده ما حصلش ومفيش حاجة حصلت له، توغل، توحش. وعلى فكرة اللي بيحصل ده ما مش عيب نقول ان هو ذنب الفلسطينيين. ده كلام توفيق عكاشة بيقول مش عيب ان هو نقول ذنب الفلسطينيين. الفلسطينيين اتمرمطوا واتبهدلوا، والنهاردة الكيان بيتبهدل وبيتمرمط زيهم. ايه المشكلة؟ بني ادمين قصاد بني ادمين. يعني هم اللي كانوا في غزة ما كانوش بني ادمين؟ بني ادمين عادي جدا، وكانوا زعلانين وتيتموا، واللي اترملت واللي ولاده ماتوا واللي مراته ماتت والاطفال اللي ماتت. هو يعني انتوا اغلى من الفلسطينيين؟ لا طبعا، لا طبعا. دول ناس ودول ناس، دول بني ادمين دول بني ادمين عادي. ولكن هي الفكرة كلها ان ربنا دايما بالمرصاد. يعني هو توفيق بيقول ربنا دايما بالمرصاد. شافك انت عملت كده مع شعب غلبان، ربنا بعت لك واحد هيمحيك من على الخريطة. وخلي بالك ده لسه بيقول يا هادي معاك. وعشان كده توفيق بيكمل كلامه وبيقول انا رسالتي النهاردة لكل الناس الشمتانة في ضرب الكيان، وبقول لهم حقكم تشمتوا، حقكم تشمتوا. انتوا حقكم تقولوا الله اكبر لما تشوفوا صواريخ نازلة عليهم. حقكم تقولوا كل ده، لان الحاجات دي كلها هم عملوها قبل كده في غزة. هم كانوا سبب في بكاء ناس كتير جدا ملهمش ذنب في غزة الفترة اللي فاتت، والنهاردة هم كمان هيبكوا ومحدش هيسمع لهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.